أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة نبدأ منين وازاي، مساحة نرجع فيها لنفسنا واحدة واحدة. الحقيقة إن أول ما بنبدأ نتحرك بيظهر لنا الشبح اللي هو الخوف. أول ما نبتدي نفكر إن احنا ناخد خطوة اتجاه أي حاجة لازم الخوف يطلع، لازم نلاقي صوت جوانا خايف من الفشل، خايف من الغلط، خايف من نظرة الناس، وأحيانا كتير بيكون خوف من نفسنا. كتير بنفكر ان الخوف ده معناه اننا بنرجع تاني، لكن هو في الحقيقة علامة اننا ابتدينا نمشي. الخوف اوقات كتير جدا بيكون مؤشر اننا ماشيين في الطريق الصح. الخوف مش عدو، الخوف دليل ان في حاجة جوانا بدأت تتغير وحاجة جديدة بتحاول تتخلق. مهم اننا نسمع خوفنا، بس الاهم ان ما نخليش الصوت ده هو اللي يحدد الاتجاهات بتاعتنا. احنا مش مطالبين نكون شجعان طول الوقت، احنا بس محتاجين نكمل حتى واحنا بنرتعش. لو عجبكم المحتوى اتمنى تشاركوه مع اصحابكم، واتمنى ان انتوا كمان تشاركوني بتجربتكم في رجوعكم لنفسكم. ايه الخطوات اللي خدتوها او لو لسه بتحاولوا ترجعوا شاركوني ايه الحاجة اللي انتوا قلتوا عليها لا او عملتوها عشان كنتوا بس مش عشان حد تاني، وكان الصوت نابع فيه من جواكم مش من اصوات الناس اللي حواليكم.